قلب الطلاب السلام عليكم. أول نص من المحاضرة راح تكون مراجعة مركزة الرول بما أنه خلصناه، فأختم لكم الأشياء الصعبة مالته نراجعها مرة ثانية على السريع، وبعدين نبلش بالجزء الثاني من المحاضرة اللي هي مبرهنة القيمة المتوسطة. برول عندنا كثيرة الحدود سهلة، مباشر، مستمرة لأنها كثيرة الحدود، والكسرية هم دائما مستمرة وقابلة للاشتقاق، بس الشرط مالها لأن شنو؟ لأن ناتج المقام لا ينتمي للفترة، وهسه هم راجع لكم إياها. نبلش سؤالنا بالختمناه بذاك الدرس، سؤال الدوال المثلثية. أريد تركز وياي شلون بقى راح نختمه. يا اكتبوا علي. سؤال مبرهنة رول أبو الكوساين 2 إكس زائد 2 كوساين إكس، الفترة من الصفر ل 2 باي. وإحنا قلنا صعب، وأني أدري هذا السؤال شوية بيه فكرة، بس مهم جدا ويجيكم. الشرط الأول حفظ اف مستمرة على الفترة المغلقة لأن أوسع مجال شنو؟ ار. شباب شنو الشرط الأول؟ اف مستمرة على الفترة المغلقة لأن أوسع مجال ار. شنو أولاً؟ اف مستمرة على الفترة المغلقة لأن أوسع مجال ار. ثانياً اف قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لأن أوسع مجال ار. يشبه كثيرة الحدود، ما بمقامه، فنقول أوسع مجال ار، ما نقدر نقول مثل ما اتفقنا كثيرة حدود. ثالثاً أعوض الصفر بدل كل اكس اللي هو اي، بعدين نعوض به 2 باي، فتصير كوساين 2 في صفر زائد 2 كوساين صفر. من أعوض صفر شي يصير؟ كوساين 2 في صفر زائد 2 كوساين صفر. من أعوض صفر شي يصير؟ كوساين 2 في صفر زائد 2 كوساين صفر. بعد 2 في صفر زائد كوساين الصفر. زين سؤال 2 في صفر مو صفر؟ وكوساين الصفر حفظ ايش قد؟ 1. فيصير 1 زائد 2 3. 1 زائد 2 3. زين ارجع اعوض 2 باي، شو تصير؟ كوساين 2 في 2 باي زائد 2 كوساين 2 باي. زين اكو ملاحظه، شو تقول؟ ال 2 باي هو من هو؟ صفر، نفسه بالجدول، نفسه ال 2 باي نفسه. فنقول كوساين 2 في 2 4 باي. زين ال 4 باي شو تساوي؟ 2 باي، وال 2 باي من هو؟ صفر. فيرجع نفس الموضوع، يرجع كوساين الصفر زائد 2 كوساين الصفر. ايش قد كوساين الصفر؟ 1. هم 1 زائد 2 3. هاي الشروط عليها 3 درجات. شنو الشرط الأول؟ اف مستمرة على الفترة المغلقة لأن أوسع مجال ار. شنو ثانياً؟ اف قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة، نفس السبب أوسع مجال ار. ثالثاً شو نسوي؟ نعوض الفترة، فتصير كوساين الصفر زائد 2 كوساين الصفر. كوساين الصفر ايش قد؟ 1. 1 زائد 2 3. تتحقق شروط مبرهنة رول على الفترة المعطاة. هو هم 3 أجزاء. الجزء الثاني أكتب القانون، أشتق، أستبدل، أصفر. ركز. اف فتحة، خلينا نكتب القانون. اف فتحة لسي شي يساوي؟ صفر. لازم تكتبهن بالعربي حتى ما تنساهم. قانون رول راح أجي أشتقه. شنو مشتقة السي؟ سالب. شنو مشتقة كوساين 2 اكس؟ ساين 2 اكس. شنو مشتقة الزاوية؟ 2. فعندك 3 أسهم، إشارة، دالة، زاوية. فمشتقة اف فتحة للإكس تساوي، بعدين نبدل، سالب ساين الزاوية مقدسة قلنا ما تتغير، سالب ساين 2 اكس في 2. هاي الاثنين مشتقة منو عيوني؟ مشتقة الزاوية. زائد 2 تنزل مع قوس إجباري، ونقول شنو مشتقة كوساين إكس؟ سالب ساين إكس في 1. سالب ساين إكس في 1. هذا الواحد من هو؟ مشتقة الإكس. هاي الاثنين من هو؟ مشتقة الاثنين إكس. إذا شنو مشتقة كوساين 2 إكس؟ سالب ساين 2 اكس في 2. شنو مشتقة كوساين اكس؟ سالب ساين اكس
في 1. إذا الكوساين شنقلبه ساين ونغير الإشارة. هاي اشتقاقه. أرتب وأستبدل، فنقول اف فتحة للإكس دا أرتب 2 في -1 -2 ساين 2 إكس سالب في 2 -2 ساين إكس. هاي المرحلة الأولى راح أقطع، هاي أشتق. هسه بس مجرد نستبدل الخطوة الثانية، هاي الاثنين إكس تصير 2 سي وهاي الإكس تصير سي. اف فتحة للسي -2 ساين 2 سي ناقص 2 ساين سي. هاي استبدل. يلا شوفوها، اعيدها. باعوا قلبي، باع عيني. 2 اكس صارت 2 سي والاكس صارت سي. واضح الاستبدال؟ الاشتقاق، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة الكوساين سالب ساين. والاثنين ليش خلينا لهذا 2 مشتقة الزاوية؟ هاي ليش خلينا له 1 مشتقة الزاوية؟ هذا معناها مشتقة الزاوية، وهذا الواحد معناها مشتقة الزاوية. هسه نصفر، خلصنا قانون رول. اصفر يقول اف فتحة شو تساوي دائما؟ صفر. فنشيل حرف اف فتحة، شو نخلي بمكانه؟ صفر. يصير -2 ساين 2 سي ناقص 2 ساين السي، شو يساوي؟ صفر. اسمها اصفر. هاي الخطوات الثلاثة، اشتق استبدل اصفر، اشتق استبدل اصفر، اشتق استبدل اصفر. شروط ايش قد؟ 3. خطوات القانون ايش قد؟ 3. حل المعادلة المصفرة 3 ويخلص الفصل الثالث. بعدين نبلش ديموافر. بس باوع علي على شكله، بس باوع. هاي -2 معامل الساين بالمعادلة شلون اتخلص منها؟ اقسم على -2. زين سؤال، ال2 سي والسي مختلفات، شلون نطابق الزاوية؟ قانون ضعف الزاوية. وراها يصير ساين عامل مشترك. هسه ما اقدر اخذ ساين عامل مشترك لان الزوايا مختلفة، يعني اخذ ساين سي وساين 2 سي عامل مشترك ما يصير. اذا كم خطوة بعد؟ 3. كلها 3، النواتج مالته 3، كلها عبارة عن ثلاثات. اذا بس باوع علي راح اكتب لك اياها، تقسم على -2، بعدين قانون ضعف الزاوية، بعدين عامل مشترك اللي هو ساين سي. حتى شاقيت وياكم قلت لكم ساين سي معلمة بالياباني، بس انتبهوا علي. باعوه، اتخلص من -2 بالقسمة على -2. الزاوية اصلحها 2 سي و2 سي قانون ضعف الزاوية. بس باوع بالقسمة على -2 تروح -2 منا ومنا، يصير ساين 2 سي -2 تروح شي يصير موجب ساين سي، شي يساوي؟ صفر. خط مموج حتى يبين. هاي خطوة حل المعادلة المصفرة، 3 خطوات. شلون احل المعادلة مالته؟ اقسم على -2. شلون نحل المعادلة؟ اقسم على -2. بعدين شنو قانون الساين مال ضعف الزاوية؟ 2 ساين سي كوساين سي. شنو قانون ضعف الزاوية؟ 2 ساين سي كوساين سي. يعني هذا الجزء بس، هذا الزاوية مالته 2 سي اشطرها مرة للساين مرة للكوساين بهالبساطة. يعني شو تصير؟ تصير ساين 2 سي يصير 2 ساين سي في كوساين سي، هذا زائد ساين سي تنزل. اقطع. هاي الخطوة الثانية اعيدها. استاذ هاي مدى افهمها، هاي طسه هنا في كريده يصير عندي. بابا قانون ثابت حفظ، يعني هذا قانون وحيد للساين، ماكو غيره يصلح الزوايا، طابقها، اسمه المتطابقات الديتد. نطابق هاي الزاوية ويا هاي الزاوية، هاي ضعفها فيسموه قانون ضعف الزاوية. شنو قانون الساين؟ 2 ساين سي كوساين سي. شنو قانون الساين؟ 2 ساين سي كوساين سي.
يلا شباب، شنو قانون الساين؟ 2 ساين سي كوساين سي. الخطوة الأخيرة ايش تاخذ؟ عامل مشترك ساين سي. راح تجي تشيل هذا الساين، يبقى 2 كوساين، وتشيل هذا الساين يبقى 1 معامله، وينتهي الفصل الثالث ورول. قبل ما اروح على الفصل الاول ناخذ الساين سي عامل مشترك يساوي 0. من يشيل ساين يصير 2 كوساين سي زائد هذا الزائد، شوفوه من اشيل الساين سي يبقى 1. خلص الفصل الثالث، خلص رول. يعني مو تعجيزي، صح اصعب واحد بالكتاب بس سهل. كلكم هسه ب5 دقائق تقدرون تتعلموا، بس ركزوا يا هسه تتعلمه. اعيد حل المعادله. هاي المعادله قدامك. شنو اول شيء نسوي؟ نقسم على -2. بعدين شنو نسوي؟ قانون الساين. شنو قانون الساين؟ 2 ساين سي كوساين سي. شنو الخطوة الثالثة؟ عامل مشترك ساين سي. من نسحب الساين يبقى 2 والكوساين بالحد الأول، الزائد نزلته، والساين من نشيله يبقى معامله شنو؟ 1. أو تقول ساين سي تقسيم ساين سي يبقى 1. أو نبلش فصل أول اللي هو ديموافر. قبل ما نبلش فصل الأول أي سؤال اشتقاقه أعيده. شنو مشتقة كوساين 2 اكس سالب ساين 2 اكس في 2؟ هاي الاثنين تنزل. شنو مشتقة كوساين اكس سالب ساين اكس في 1؟ أبلش فصل أول. فصل الأول لين ناسي صار فترة، بس هو كل السهل. بس ركز، إما العامل المشترك يساوي 0، أو القوس اللي هو 2 كوساين سي زائد 1 يساوي 0. خلينا نطلع قيمة الكوساين. أنقل الواحد، من أنقله شي يصير قلبي؟ يصير -1. أقسم على معامل الكوساين، كوساين سي يساوي -2. -1 على 2 سالب نصف. إذا لقينا ناتج الساين 0 لازم نلقى ناتج. وخذها مني هسه، مو شوف شويه اكو صعوبه. بالفصل الرابع راح يصير عندك مي، لان الفصل الرابع عباره عن هاي الحلول. باوع اما العامل المشترك يساوي 0 او القوس يساوي 0. نقلت الواحد -1 قسمت على 2، ناتج هذا وناتج هذا يا زوايا بالجدول. هسه جدول الضرب 5 في 5 25، 6 في 6 36. ايش قد بيه طرق بالاصابع وايش قد بيه طرق بالكتابه، بس بالاخير سويتوا حفظتوا. الجداول ايش قد بيها طرق بالرسم وبالزوايا وبالجذر، مئات الطرق بيها، كل يوم واحد مكتشف له طريقه، بس بالاخير الحل الاخير هو حفظهن. نجي اكتب لكم هذا الجدول الاول، جدول الصفاره 0 1 1 0 0 1 1 0. يعني ما يراد له اصلا حفظ تصفيط. يعني انت عندك زوايا هي 0 او 2 باي، هاي سي زاوية ساين ثيتا وكوساين ثيتا. مع العلم أنا ما أحتاج الكوساين بس للتوضيح. أزيد 90 تصير باي على 2، أزيد 90 تصير 180، أزيد 90 3 باي على 2. بس بعد ترسة مالته 0 1 1 0 0 1 1 0. أول 2 موجبات، ثاني 2 سوالب. لازم تكتبه بالدفتر مال الوزاري، ما يصير الاختيار شفهي. هو مجرد الصفر يبدي 0، ما يتيه. هذا بس يتبادل، بس يتبادل 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1، بس تبادل كل واحد بمكان الثاني. بس ركز على السهولة. إذا الساين الناتج مالته 0 بعد 0، إذا الساين الناتج مالته 0، إذا يا زاوية تعطي هاي القيمة الصفر والاثنين باي والباي. خلصت قيم سي. سي تساوي 0، سي تساوي 2 باي، سي تساوي باي. باعوهن. استاذ ما افتهمت حبيبي. الساين 0 هنا وهنا،
اذا الزوايا السي هي الزاويه مال ديموافر هاي سي، يعني ثيتا هاي ثيتا، هاي الزاويه لان مكانها بمكان ثيتا، يعني سي بمكان ثيتا. اذا الساين صفر الزاويه شنو؟ صفر او 2 باي او باي. زين اذا اجاك الساين يساوي 1 ايش تاخذ؟ باي على 2 فقط. اذا اجاك الساين يساوي سالب 1 ايش تاخذ؟ 3 باي على 2. واذا جاك الكوساين يساوي صفر تاخذ باي على 2 و3 باي على 2. لازم الجدول مكتوب، ما يصير شفهي. فد مره ضاقت عندك الامور بنص السنه او بالوزاري، اتذكر انه الساين ياخذ الاعداد الزوجيه اللي ما بيها قسمه على 2، ياخذ صفر 2 باي باي بدون قسمه. كوساين بالصفر ياخذ من هو الكوساين بالصفر؟ ياخذ باي على 2 و3 باي على 2. بس انا ضد مبدا الحفظ، اريدكم تفتهموه. اي سؤال مو تعجيزي، بس تركز مو تعجيزي. باوع علي مره ثانيه استاذ ليش اخذ الذني لثلاثه؟ لان الساين شي يساوي صفر، فناخذ الزوايا الصفريه هي صفر 2 باي وباي. انت تدري انه الحافه ما تنتمي، الفتره مال السؤال من صفر ل 2 باي، هذا حافه وال2 باي حافه هم تنتمي. الحافه يعني الموجود ما ينتمي، الباي ينتمي. ليش؟ لان هاي 360 علميا وهاي الباي ايش قد؟ 180. بس ركز، ما دام اصغر منها يعني شنو؟ ينتمي بهالسهوله اللي ينتمي. يعني ال 400 ينتمي لو ما ينتمي؟ ما ينتمي. سؤال ال 180 اصغر لو اكبر من 300؟ ينتمي لو ما ينتمي؟ ينتمي. اي سؤال؟ سؤال الزوايا الصفريه ذني وين يصيروا موقعهم؟ على المحور، ذني ما بيهن ربع وزاويه اسناد. بس هذا ابو النصف وابو 1 على جذر 2 وابو جذر 3 على 2، هاي القيم تحتاج زاويه اسناد. يعني شنو؟ يعني هذا الجدول مالهم يختلف عن هذا الجدول. هذا جدولهم ها قلبي. حلو حلو، خوش سؤال. الاثنين باي حافه لو مو حافه؟ يعني ما تنتمي. قلنا الحافه الدائريه مال بيتزا ما ناخذها ما ناكلها، مو صحيح؟ هذا الصفر موجود لو ما موجود بالحافه؟ ما ينتمي. هذا حافه لو وسطي؟ وسطي يعني ينتمي. ما دام اصغر من ال 300 يعني شنو؟ ينتمي. العدد اللي ما ينتمي شو يصير؟ خارج الفتره يعني اكبر منها. انت حدك وين؟ لل 360. اصغر منها ينتمي، اكبر منها شنو؟ ما ينتمي. بهالسهوله. ال 180 اصغر ولا مو اصغر؟ اذا ينتمي. زين، باو علي، هم راح اكتب لكم الجدول. الجدول الثاني عندك باي على 3 باي على 6 ل 30 وباي على 3 وباي على 4. تدري انت هاي نصف جذر 3 على 2 وجذر 3 على 2 بنصف، 1 على جذر 2 1 على جذر 2. هسه انا بالساين لو بالكوساين؟ بالكوساين يعني بالحقل الثاني. الكوساين نصف، يعني شنو الزاويه؟ باي على 3. لازم حافظين الجداول. اس تساوي باي على 3، اس تساوي باي على 3. بس ركز وياي، باي على 3 باي على 6 وباي على 4 ذني زوايا اسناد، يعني انا دا اسندك دا اساعدك، مو زوايا اصليه ورئيسيه. هاي مو ثيتا مو سي. على مود تصير سي لازم تخوض معركه الارباع، لازم نحطها بقوانين الربع. زاويه الاسناد اس على مود تصير سي اللي هي ثيتا لازم نخليها بالربع. اوكي زين يا ربع استاذ كل السهله. باع شوف هنا بالربع الاول الكل موجب، الساين موجب، الكوساين موجب، التان موجب، كله موجب. زين انا الكوساين اللي اريده الموجب لو السالب؟ سالب. اذا الربع الاول ترك ما يفيدني. كل هنا الساين موجب ركز على الاشاره، والكوساين شنو؟ يفيدني لو ما يفيدني؟ يفيدني. شنو قانون الربع الثاني؟ سي تساوي باي ناقص اس. اذا على مود نطلع سي من هاي الزوايا لازم عندي الارباع، يعني ربع مع زاويه اسناد يلا تطلع قيمه سي
ما يصير مباشرة لأن مو على المحور، هاي بالربع. أجي أعوض باي على 3 اللي هي اس. سي تساوي باي ناقص باي على 3، 3 في باي 3 باي ناقص باي 2 باي على 3. سؤال نجرب باقي الأرباع. كل ساين تان، إذا التان موجب الكوساين شنو؟ يفيدني لو ما يفيدني؟ يفيدني، لأن الكوساين مالتي شنو؟ سالب. نجي نقول سي تساوي باي زائد اس. قانون الربع الثالث. سي تساوي باي زائد باي على 3 زاوية الإسناد، 3 في باي 3 باي وباي 4 باي على 3. نجرب الرابع. كل ساين تان كوساين موجب يفيدني لو ترك؟ ترك. حتى الأرباع كتبت لكم إياها بالسؤال، بس بالوزارة لا تكتبون هيك الأرباع. أنا أريد أوضح لك إنه زاوية الإسناد لازم نخليها بربع، يلا تصير ثيتا. هاي بيا زوايا، بس الباي على 3 باي على 4 باي على 6، بس الجدول الثاني، وهذا الحكي كله فصل أول. زين، تنتمي لو ما تنتمي؟ آخر شيء باي على 3 ايش قد؟ 60. باي على 3 ايش قد؟ 60. 2 في 60 120. ال 120 أكبر من 300 لو أصغر؟ وما دام أصغر شنو؟ تنتمي. نقول تنتمي للفترة المفتوحة 0 ب 2 باي. سؤال 60 في 4 240. 240 أصغر لو أكبر من 300؟ أصغر، وكل أصغر شنو؟ ينتمي. هذا السؤال بكل تفاصيله من البداية للنهاية. شروطه 3 أو دالة مستمرة على الفترة المغلقة. ثانيا دالة قابلة للاشتقاق. نعوض الصفر، كوساين الصفر شنو؟ 1. 1 زائد 2 3، ب3 النواتج مات، هاي 3 درجات. نجي هنا اشتقه 100 مرة اشتقيناه، كل كوساين شو يصير؟ سالب ساين. بعدين شلون احل معادلته؟ اقسم على سالب 2، قانون ضعف الزاوية شنو؟ 2 ساين سي كوساين سي. شلون اخذت معامل شنو؟ عامل مشترك. إذا الساين يساوي 0 فالزوايا الساين بيها يساوي 0 0 2 باي باي. وأخيرا إذا الكوساين يساوي نصف فالزاوية باي على 3، بس هاي مو زاوية أصلية، هاي زاوية شنو؟ إسناد. شلون أحول زاوية إسناد إلى زاوية أصلية؟ لازم وين أخليها؟ بقوانين الأرباع. قانون الربع سي يعني ثيتا، يعني بالفصل الأول ثيتا، هنا شو اسمها؟ سي باي ناقص اس باي زائد اس. زين، عندكم مشكلة بالدالة الشطرية، باو علي. الدالة الشطرية هي الدالة الوحيدة تنفحص. يعني شنو تنفحص؟ تتشيك، لازم يشوف وضعها مستمرة أو غير مستمرة. باقي الدوال كلهن بالمباشر شو تكتبون؟ مستمرة، قابلة للاشتقاق، مو صحيح؟ الكسرية قبل تكتب مستمرة وقابلة للاشتقاق. كثيرة الحدود قبل ايش تكتب؟ مستمرة قابلة للاشتقاق. الساين والكوسان ايش نكتب؟ مباشرة مستمرة قابلة للاشتقاق. بس الشطرية ما أقدر أكتب مستمرة إلا أشيك الغاية من اليمين غاية من اليسار. راح أشرحها منهجيا بدون أي علمية. يقول يمكن لطالب السادس أن يستثنى من الصورة. يعني شنو؟ بس مجرد أريد تشوفوا لي يا عدد مشترك بين الفترة الأولى والفترة الثانية. من هو؟ -1. هاي قيمة إكس، فنقول الاستمرارية عند منو؟ إكس -1. هذا الشيء يسموه الحد. بس باع السهولة، إذا مو ضحكت على السؤال تقول معقولة أنا هذا ما فاهمه بس باوع. تقول الغاية للدالة الأولى والغاية للدالة الثانية شو نعوض؟ -1 اللي هو الحد الفاصل المكرر بالفوق والجوه. بس هيك نفحص الاستمرارية. بس اخذ الغاية من اليمين والغاية من اليسار على مسؤوليتي كافي. استاذ يعني ما اخذ صورة ما يحتاج الصورة، بس افحص لي ال1 وال2.
متساويات كمل، ما متساويات خلص السؤال، بس هيجي. باع شلون تنفحص الاستمراريه؟ اخذ الغايه من اليمين واليسار، راح اعوض. من اعوض الليمت ما كتبه. -1 تربيع زائد 1 شي يساوي قلبي؟ هاي تكتب لي قبالها شنو؟ L1. الداله الثابت وين اعوض؟ اكو اكس تنزل كما هي، لا يوجد تعويض. لين ثابت تنزل هاي L2. خلص السؤال. L1 تساوي L2. الداله شنو؟ غير مستمر. خلصنا هاي الداله الشطريه. هذا السؤال كتابي ايه، هذا اللي يجيب الوزاري ايه. استاذ مال ابتدائيه، والله العظيم مال ابتدائيه. واحد يقول لي سالب، ايش معنى -1؟ غير مكرر، يعني نعوضه بالاولى والثانيه. L1 لا تساوي L2. تقول له F غير مستمرة عند X يساوي -1 وعلى الفترة المغلقة -4 و2. استاذ الفترة المجال ما وضحت لي شلون صار. احنا مو شلنا -1 منا ومنا ايش بقى؟ -4 موجب 2، كل واحد تخليه بمكانه، يسار يمين. خلص السؤال. لا تقول لي الشطريه تتعبني. الشطريه نعمه اذا جبت لكم بالامتحان شطريه، بالامتحان اذا جاب لكم شطريه انت الله يحبك بس عوض. هاي خلص الحل. الطالب المتفوق ممكن ياخذ صوره ويسويهم 3 نواتج ويقول الصوره لا تساوي الغايه، عادي علميا اصح، بس منهجيا بالسادس هيك ينحل. هسه افتح كتابك مال السادس، ارجع اللي بيشوفه، قسما بالله نصا نفس هذا الحل، حرف ما يختلف. يقول يمكن استثناء، يعني ما يحتاج الصوره، ما يحتاج، ممكن نشيك بس الغايه من اليمين واليسار. اعيدها، تعوض -1 هنا وهنا. شنو تربيع -1؟ 1 زائد 1 2. وهنا -1 اكو اكس تعوض بيه وينزل نفسه، ينزل نفسه. اذا اف غير مستمره شو نقول؟ تتحقق لو لا تتحقق؟ لا تتحقق. شروط مبرهنة رول. سؤال ايش وقت ما تتحقق؟ اذا طلع لا يساوي. زين سؤال من واحد يحكي لك سالفه، مو تقول له كمل لي السالفه. استاذ اوكي هسه سؤال كتابي اذا جانا والله كلتنا ناخذ بيه درجه كامله بالوزاري لان عباره عن كلاوات. زين استاذ اذا جابوا بالوزاري يساوي، شلون اكمل؟ غير اني واجبي كمدرس اقول لك شلون تكمله القصه للنهايه، حتى شلون وين ما يجون وياك تنتهي. تعال هذا اعتبره تقويه اثرائي. يا عدد مكرر بالفتره 2، اذا قيمه اكس مال الاستمراريه شنو؟ 2. شي يسموها علميا؟ الحد الفاصل، يعني المكرر. والفتره ايش بقى؟ يسارها -3 ويمينها 16/3. اقدر اقول الداله الشطريه مستمره مباشره لو الا اشيكها، الا اشيك. شلون اشيكها؟ غايه من اليمين غايه من اليسار، بس باع السهوله. ليمت هسه اولا الاستمراريه، ثانيا اذا تكمل قابليه الاشتقاق، ثالثا نعوض الفتره بالداله الاصليه حتى نقول تتحقق. ايش وقت اتوقف بالداله الشطريه؟ اذا طلع لي شنو؟ لا يساوي. بس باوع الاستمراريه عند الاكس يساوي 2، نقول ليمت اكس يقترب من الحد الفاصل للداله الاولى، ليمت اكس يقترب من الاثنين للداله الثانيه. شوفوها الاستمراريه بابا ايش قد سهله، بس شوفها. غايه من اليمين غايه من اليسار. اذا L1 تساوي L2 مستمره، L1 ما تساوي L2 غير مستمره. خلينا نعوض. يعني استاذ بس مجرد تعويض؟ والله بس هاي الداله المنشطره. تربيع الاثنين شنو؟ 4 ناقص 2، 4 ناقص 2 2. شي يسموها؟ L1 يعني ليمت الاول. تعال عوض حبيبي. 3 في 2 ناقص 4، 3 في 2 امسحها شو اكتبها؟ 6 ناقص 4 2. هاي من هو قلبي؟ L2. إذا L1 تساوي L2 شنو؟ مستمرة. نقول F
مستمر للفترة المفتوحة لو المغلقة الاستمرارية. إذا شنو فائدة المجال حتى نكتب بي؟ دائما الاستمرارية مغلقة ودائما قابلية الاشتقاق مفتوحة. يعني أول نقطة على الانغلاق، ثاني نقطة على المفتوحة دائما. هاي قدامك سؤالين غير مستمرة ومستمرة. 4 تربيع الاثنين ناقص 2 2. 3 في 2 6. 6 ناقص 4 2. إذا L1 تساوي L2 شو تقول له؟ مستمرة. إذا L1 لا تساوي L2 شو تقول له؟ غير مستمرة. إذا لا يساوي أكمل له خلص السؤال. إذا يساوي أكمل. شنو ثانيا؟ شو اسمها؟ قابلية الاشتقاق. ثانيا اسمها قابلية الاشتقاق. عنده x يساوي 2. يعني بشرفك حتى انت اذا ما دارس بحياتك ويقول لك الكتاب مبين من عنوانه، يعني قابلية الاشتقاق ايش وقت اعوض 2؟ اشتق واعوض 2. يعني غير اسمها قابلية الاشتقاق، يعني اسمها قابلية الاشتقاق، غير اشتق يا عيوني واعوض 2. شنو فرق الاستمرارية عن قابلية الاشتقاق؟ هاي نعوض بيا دالة الأصلية. قابلية الاشتقاق بالمشتقة اف فتحة للإكس تساوي شنو مشتقة الإكس تربيع؟ 2x. شنو مشتقة الإكس؟ شنو مشتقة 3x؟ 3. سؤال، الدالة الثابتة ناقص 0 ما نكتبه. الدالة الثابتة نعوض بها لو خلصان الحل. خلصان الحل. وين أعوض 2؟ بالدالة الثانية. 2 في 2 ناقص 1. M1 شبيها؟ يعني قابلة لو مو قابلة؟ M1 تساوي M2 F قابلة عنده x يساوي 2. ركز، وعلى الفترة المفتوحة، لأن قابلة للاشتقاق. فترة شنو؟ سالب 3 16 على 3. ما عندي مجال اكتبها. سؤال، ايش وقت تصير غير قابلة للاشتقاق؟ إذا M1 لا تساوي M2. ايش وقت قابلة للاشتقاق؟ M1 يساوي M2. شنو فرق الاستمرارية عن قابلية الاشتقاق؟ هاي ناخذ الغاية اليمين واليسار مال الدالة الأصلية، وهاي ناخذ من هو؟ المشتقة M مشتقة. أي خلص حل. أي لا يساوي خلص الحل. إذا يساوي نكمل وما نكمل نكمل. ركز لي على FA و FB اللي هي مشكلة الطالب. ثالثاً راح تقول لي نعوض الفترة. أقول لك صحيح، الفترة الأي مالها ايش قد؟ سالب 3. والبي مالها ايش قد؟ 16 على 3. السؤال، سالب 3 ما الدالة الأولى لو ما الدالة الثانية، وهاي الدوال قدامك. السالب 3 مال يا دالة، وال16 على 3 بيا دالة تعوضها. غير السالب 3 هو دا يقول لك مال الأولى، وال16 على 3 مال يا دالة الثاني. دائما اي وبي نعوضهن كل وحده بداله. اي للداله الموجود بها اي، وبي عوضها بالداله الموجود بها بي. يعني الموضوع منطقي ما يراد له ذكاء. يعني سالب 3 نعوضها هنا، نقول اف سالب 3 يساوي سالب 3 تربيع ناقص في سالب 3. اذا اف سالب 3 9 زائد 3 ايش قد شباب؟ 12. اف بي اللي هي اف ال 16 على 3. ال 16 على 3 يصير اعوضها بالفوق لو بالجوه؟ بالجوه. 3 في 16 على 3 ناقص 4. 16 ناقص 4. واذا اف اي يساوي اف بي اكمل لو اتوقف؟ اكمل. شو وقت اتوقف؟ باللا يساوي. هسه ايش نكتب له؟ تتا حقق شروط مبرهنة
رول على يا فترة على الفترة المعطاة. أي سؤال؟ سؤال آخر شيء أكتب قانوني، هسه ثانية واحدة، أكتب قانوني أشتق أستبدل أصفر. شنو قانون رول؟ اف فتحة لسي يساوي صفر. أشتق الدالة مال السؤال اف فتحة، استاذ مشتقيها ما يخالف، يساوي شنو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس. شنو مشتقة السالب اكس؟ سالب 1. شنو مشتقة 3 اكس؟ معامله. سؤال، يا دالة اقدر استبدل بها اكس بسي واقدر اصفرها، الاولى والثانية. هاي اقدر اطلع منها سي بها اكس ابدله، اقدر اصفرها، هاي ترك. نقول 2 سي ناقص 1 شو يساوي؟ صفر. بدلت باكس بسي واستبدلت. 2 سي يساوي 1 اكيد تنتمي لان داله وحده للفتره المفتوحه لان اشتقاق. شنو الفتره المجال؟ سالب 3. هذا ثرائي يعني هذا للاخير وصلتك، وهم بالوزاره يجوز لهنا يوصلوك، يجوز لهنا يوصلوك. ختمته يعني هاي الداله الشطريه ختمتها من البدايه للنهايه. بس قل لي وحده وحده. الاستمراريه اعيد لك بها شيء؟ شنو معنى الاستمراريه؟ الغايه من اليمين والغايه من اليسار. نعوض يا حد الفاصل. زين شنو معنى قابليه الاشتقاق؟ نعوض بالمشتقه الحد الفاصل. عباره عن تعويض فقط، مي، ما بها اي ابداع علمي، ما بها اي ثقل علمي. زين اف اي واف بي شويه صعبه عليك، يعني بشرفك هسه الاي سالب 3 اعوضها بالثانيه لو بالاولى؟ بالاولى. وال16 على 3 اللي هي بي وين اعوضها؟ بالثانيه. كل واحد نعوضه بمكانه. يلا هسه شنو؟ هذا كل ما موجود برول، بس بقى خاف تجي كثيره حدود بالمباشر مستمره وقابله للاشتقاق لانها كثيره حدود. يلا هسه نبلش درسنا اللي هو قابليه الاشتقاق. اي قلبي طلاب، قلت لكم موضوعنا الجديد قابليه الاشتقاق، لا اقصد مبرهنه القيمه المتوسطه. درسنا اليوم مبرهنه القيمه المتوسطه، رول شرحناه وراجعناه وحلينا كل تفاصيله. القيمه المتوسطه الشرط الاول مالتها اف مستمره على يا فتره المغلقه، ثانيا اف قابله للاشتقاق على يا فتره مفتوحه. سؤال، مبرهنه القيمه المتوسطه قلنا رول متزوج 3 مو صحيح؟ شروطه 3، حلوله 3، قانون 3 خطوات، اشتق استبدل اصفر. بس القيمه المتوسطه كم شرط؟ 2. نفس الفيلم نفس الحكي وكثيره حدود نفسه راح نعيده، والكسريه نفسها مراجعه. بس هذا احسن ليش؟ ما يشترط انه اف اي تساوي اف بي، حتى اذا مختلفات يحل. قانونه اف فتحه لسي يساوي اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. شنو قانون القيمة المتوسطة؟ اف فتحة لسي يساوي اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. يلا شدوا حيلكم. شنو قانون القيمة المتوسطة؟ اف فتحة لسي يساوي اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. اي وبي الفترة، واف اي واف بي من تعويض الفترة بالدالة الأصلية. بس هنا اشتق استبدل فقط، يعني كم خطوة؟ 2. احذر لا تصفر، احذر يعني شنو فرقه عن رول ما نصفر الدالة؟ نعوض بالقانون مالته. ركز برهن ان الدالة الآتية تحقق شروط مبرهنة القيمة المتوسطة. كم شرط شروطها؟ 2. وعلى الفترة سالب 1 ب7. هاي الدالة قدامكم. سؤال، هاي أولا وثانيا أنت تكتبها لو تجيك بالسؤال، أنت تكتبها، هاي أنت تكتبها. شنو أولا؟ اف، ساعدوني يلا راح صوتي. شنو أولا؟ اف مستمرة على لأنها كثيرة حدود. شنو ثانيا؟ اف قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها كثيرة الحدود. بس ركز،
يحتاج أشيكها مستمرة وقابلة للاشتقاق لو بالمباشر يا دالة تنفحص وتتشيك بس الشطرية آخذ غاية يمين ويسار، يعني كلهن مباشر يختلفون بس بالسببية، بس السببية تختلف. من يعرف السببية مال ساين وكوساين؟ لأن أوسع مجال آر، لأنها كثيرة حدود. ركز. تتحقق شروط مبرهنة القيمة المتوسطة على الفترة المعطاة. كم شرط بيها؟ 2. لا حاجة للشرط الثالث، هاي أشمل وأفضل. تكتب قانونك قلبي، تطلع معطياتك وتعوض أمورك كلها تمام. تعال، شنو القانون؟ اف فتحة لسي يساوي اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. هاي الاف واي، واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. هذا الميل بين نقطتين اللي درستوه بالخامس علمي. اوكي، يساوي ميل المماس، ميل المنحني يساوي ميل المماس. هاي علميا، يعني خاف واحد يسأل شنو معنى القانون. ميل الاول يساوي ميل الثاني. ما مطلوبه منكم علميته ومين جاي الاصل العلمي اله. انت اي بي الفتره هاي عوفها ترك. انا اريد منك اف فتحه لسي تشتق وتستبدل، وبعد شريد اف اي واف بي، يعني نفس رول 100%. صح لو غلط؟ كل شيء ما يختلف، يعني مراجعه. نجي اف اي نطلع معطيات هنا على جهه كترتيب وعوضهم هنا. انت لا، طلع المعطيات رتبهن وجواها نكتب القانون. بس انا لين صبورتي بالعرض، انت الورقه مالتك بالطول براحتك. طلع المعطيات الثلاثه عوضهن بقانونك. ايش تحتاج؟ اف واف واف، بس الافات نحتاجهم. اف اي سالب 1 يساوي باوع سالب 1 تربيع ناقص 6 في منو زائد 4، ويساوي تربيع السالب 1 موجب 1 سالب 6 في سالب 1 10 1. هاي اف اي. اف بي بس هاي مو شرط من شروطه، شروطه بس 2. اف بي نعوض 7. اف بي تساوي 7 تربيع يعني 49 مو 14 ناقص 6 في 7 زائد 4، ويساوي 49 ناقص 42 زائد 4. 49 ناقص 42 7 و4 11. صاد مساويات. اي قلبي ما عليك، مساويات مختلفات ولا كأنما اكو شيء. سؤال، اشتق واستبدل، اصفر له لا اصفر؟ لا اصفر. شو وقت نصفر؟ برول. هذا بس خطوتين، شروطه 2، اسمته كلمتين. اف فتحه للاكس تساوي شنو مشتقة الاكس تربيع؟ 2 اكس. شنو مشتقة سالب 6 اكس؟ سالب 6 معامله. ومشتقة هاي الأربعة شنو؟ صفر. استبدل اف فتحة لسي 2 سي، اصفر له لا اصفر؟ لا اصفر. شو وقت نصفر؟ برول. تجيب قيمة الاف فتحة لسي تعوضها هنا بس باع السهولة. 2 سي ناقص 6 يساوي اف بي. اف بي ايش قد؟ 11. اف اي 11. البي والاي مال فترة قبل مين تجيبهم؟ البي 7، هذا سالب مال قانون عيوني وهو سالب 1، شو يصير؟ موجب. سؤال، 11 ناقص 11 اي شيء تقسيم صفر. 2 سي ناقص 6 شو تساوي؟ الله كان وقعت. سؤال، 2 سي تساوي 6. سؤال، خلينا انزل شويه. سؤال، شلون اطلع قيمه سي؟ اقسم على ايش قد؟ سي تساوي. سؤال، ما دام قيمه واحده تنتمي لو ما تنتمي؟ تنتمي اكيد، بس اشيكها اخاف حلي غلط.
الفترة من -1 بس ركز على هاي مرات هواي يسألوني أنا أستغرب يعني الثلاثة أكبر من السبعة لو أصغر تنتمي لو ما تنتمي؟ منو اللي ما ينتمي لهاي الفترة؟ 7 8 ما زاد تنتمي. استاذ احسهم يشاقون ويانا والله كله رول القيمة المتوسطة يعني مو فد 7 8 محاضرات كلهن كرزات. الدالة وهاي الفترة نقول سؤال شنو أول شرط؟ اف مستمرة على الفترة المغلقة لأنها كثيرة حدوث. شنو ثانياً؟ اف قابلة للاشتقاق على الفترة المفتوحة لأنها كثيرة حدوث. بس سؤال سألناه قبل 3 محاضرات شلون نعرف كثيرة حدود؟ لا كسرية لا جذرية لا شطرية ولا دالة مثلثية، صح لو لا؟ لا بها كسر لا بها جذر لا بها ساين لا بها شطر، يعني مو دالتين وحدة. بالمباشر يحتاج لها فحص وتشيك الاستمرارية لو بالمباشر يا دالة تتشيك شطرية ناخذ الغاية من اليمين والغاية من اليسار. اكتب القانون اف فتحة لسي يساوي شنو القانون؟ اف بي ناقص اف اي على بي ناقص اي. خاف تبين 9 اريد الافات 3. خلينا نبدي باف فتحة لسي. اشتق شنو مشتقة الاكس تكعيب؟ 3 اكس تربيع. شنو مشتقة الاكس؟ وشنو مشتقة الواحد؟ 0. ابدلها خلصنا فتحة لسي طلعناها. اصفر له بس خطوتين. منو 3 خطوات؟ رول. شنو فرق رول عن القيمة المتوسطة؟ ماكو فرق، هذا شرطين وخطوتين، ذاك 3 شروط 3 خطوات. باوع اف اي وين الاي؟ هاي الاي. وين البي؟ هاي البي. صدفة كلهم -1 الاربع اسئلة مال الكتاب صدفة. مو عبالك دائما -1 صدفة. صدفة انه الاسئلة كلها فترتين -1 صدفة. اف اي تساوي -1 تكعيب ناقص -1 ناقص 1. اف اي تساوي شنو تكعيب -1؟ -1 أس فردي ما يروح، سالب في السالب زائد 1 ناقص 1 0. شنو الجواب؟ -1. خليه نطوقه باللون الازرق. اي سؤال على التعويض مال -1 شوفوا منه تكعيب -1 -1 سالب في السالب موجب 1 -1 نزل 1 ناقص 1 0 يبقى -1. اف بي ايش قد البي عيوني؟ 2 صار 2 تكعيب ناقص 2 ناقص 1. اف بي تكعيب الاثنين مو 4، 2 في 2 في 2 ناقص 3 شو يساوي؟ سؤال اختلاف القيم يأثر لو ما يأثر بالقيمة المتوسطة؟ ما يأثر. ليس شرط من شروطه. كل شيء حل، هذا أحسن وأشمل. هذا الشامل ذاك حالة خاصة رول، هذا الأكبر والأفضل. نعوض معطياتنا الثلاثة 1 2 3 اف فتحة لسي 3 سي تربيع ناقص 1 اف بي 5 ناقص اف اي -1 وسالب في السالب شوفوها زين قبل ما اختم. -1 في سالب مال قانون موجب 1. البي مال فترة ايش قد؟ 2 سالب مال قانون والاي سالب في السالب موجب 1. 5 1 6 ما يصير اختصر بالجمع والطرح فتصير 3 سي تربيع 6 على 3 من تختصروها شو تصير شباب؟ من اعبر -1 شو يصير؟ موجب 1. 2 1 3 3 سي تربيع 3 بالقسمة على 3 من اجذر طرفين لازم شو نخليه؟ اشارتين. اما سي يساوي 1 أو سي يساوي -1
يصير اعوفهم بدون انتماء وينقصوني ينقصوني. لازم نشيك منو ينتمي ومنو ما ينتمي. الفترة المفتوحة، سؤال: الحافة تنتمي لو ترك إذا سالب واحد حافة ما ينتمي، بس الواحد ينتمي مو أصغر من الاثنين ينتمي. هسه طالب قبل شوية طالبة سألتني قالت هو هم يجي بالوزارة غير مواضيع وقاعد ندرس صار لنا 4 دروس. طبعا يجي استاذ كل السهل نعمة. أنا كيف إذا 4 5 محاضرات كلهن سهلات نعمة. طبعا قيمة متوسطة رول التقريب مالتهن من المواضيع الأساسية. عيني الإثرائي كله شرحناه بالمحاضرات. عيني ها أي سؤال؟ ها لما نجلر طرفين شو نخليه إشارتين فصير احتمالين. عيني سؤال: عيني شنو قانون القيمة المتوسطة إذا كانت الدالة H فتحة لسي تساوي HP ناقص HA على B ناقص A. أطلع HA HB وH فتحة لسي. نبدي بالاشتقاق. مشتقة ال HX H فتحة ل X. شنو مشتقة ال X تربيع؟ 2X ناقص شنو مشتقة ال 4X؟ 4. شنو مشتقة ال 5؟ 0. أبدل H فتحة لسي يساوي 2C ناقص 4. وبكل سؤال راح أسألك أصفر بالقيمة المتوسطة ولا أصفر؟ احذر قيمة المتوسطة بس أشتق وأستبدل لأن شروطها ايش قد؟ 2 ما يصير نصفر. الA والB HA سالب 1 تربيع سالب 4 في سالب 1 زائد 5. تربيع سالب 1 شباب سالب 4 في سالب 1 موجب 4 5 زائد 5 10 9 1 10. HB البي 5 تربيع ناقص 4 في 5 زائد 5. أي سؤال أحله جايب الوزارة أكثر من مرتين وثلاثة. 25 ناقص 20 زائد 5. 25 ناقص 20 5 و5. زين سؤال طلعوا مشابهات يأثر لو ما يأثر؟ عادي. إذا هذا يحل المشابه ويحل شنو بعد؟ المختلف. طبيعي أن تكون القيم مختلفة وطبيعي أن تكون القيم مشابهة وتسوي روحك ولا تدري يعني ما يأثر. ليس شرط من شروطه. H فتحة لسي 2C ناقص 4 10 ناقص 10 على البي 5 ناقص 1. 10 ناقص 10 وأي شيء تقسيم 0. 2C ناقص 4 2C يساوي 4 بالقسمة على 2 C يساوي 2. كل السهل. زين سؤال: الفترة المفتوحة الاثنين أكبر من ال5 لو أصغر؟ يعني تنتمي قبلها وما دام قيمة واحدة أكيد تنتمي. السؤال الأخير بدرسنا لليوم دالة. شنو هاي الدالة؟ كسرية. الدالة الكسرية همين أنا ثبتت لك إياها بالبرمجة الفكرية همين بالمباشر جي مستمرة وجي شنو؟ قابلة للاشتقاق. قلنا فرقها عن كثيرة الحدود بس السببية لأن ناتج المقام هنا راح نخلي ناتج المقام حتى يصير مثل القانون بالنسبة لك لا ينتمي دائما اليا فترة قلبي المغلقة. وهنا نفس الشيء ناتج المقام يكون دائما لا ينتمي
بابا يعني حاله حال كثيره الحدود، فرق السببيه. زين سؤال، انا شلون اطلع ناتج معادله؟ لازم شو اسوي لها؟ اصفرها. شلون اطلع ناتج المقام؟ لازم شو اسوي له؟ اصفر. فمن ضمن الحل ناتج المقام يتصفر، من ضمن الحل. يعني قبل ما تبلش تقول اكس زائد 2 يساوي صفر، خطوه واحده. ايش قد ناتج المقام شباب؟ اذا هنا شو نحط له؟ بشرفك سالب 2 تنتمي للسالب 1 لو خارج؟ خارج. على مسؤوليتي ما ينتمي، على مسؤوليتي. قل لي يا داله صعبه، انت فكر هسه بيهن، شاطريه كلاوات. دوال المثلثيه درخناها درخ السالب. كثيره الحدود جيب صفط. الكسريه نفس كثيره الحدود، بس بدل السبب ما نكتب لانها كثيره حدود، لا نكتب ايش نكتب؟ ناتج المقام لا ينتمي للفتره. ليش هنا مغلقه لين مستمره؟ ليش هنا مفتوحه لين قابله للاشتقاق؟ نفس الموضوع نجي هنا نسوي لنا جدول، نطلع شغلاتنا نحتاجها بالقانون. بس اكو شغله حلوه بالداله الكسريه، قبل ما اشتقها اذا كان البسط حجي ثابت شو اسوي له؟ اصعد له. بس باوع قبل ما تشتق يعني تبقى جي. باوع هاي المره العاشره يمكن اذا مو اكثر اعيدها. هذا معامله، هاي مو دالتين، مو اكس، هاي 4 يعني معامل القوس هاي. اكس زائد 2 موجب 1 من يصعد شو يصير؟ هاي ترتيب. اكمل اشتقاقي ومثل الخوش ولد ارجع انزل القوس لمكانه. يعني انصعده كمصلحه نكمل بها الاشتقاق، بس باوع لي الترتيب حبايه حبايه. باوع ايش وقت نصعد المقام للبسط؟ اذا كان البسط عدد ثابت. اشتق جي فتحه للاكس تساوي سالب 1 في 4، انزل القوس، ناقص 1 ناقص 1. سؤال، هاي سالب 1 شلون صار بسالب 2؟ نقصنا منه 1 في مشتقة داخل القوس 1. هاي مشتقة الاكس ومشتقة 2 صفر. وين راحت هاي الاثنين؟ مشتقتها شنو؟ صفر. وهذا الواحد مالت من؟ مشتقة الاكس. معامل في معامل، سالب 4 في 1 سالب 4. والقوس الأسة سالب شلون يصير موجب؟ انزل المقام. جي فتحة للسي تساوي سالب 4 في 1 سالب 4. على مسؤوليتي للمتفوقين يزيد القوى 1 ونغير إشارة البسط بالدالة الكسرية إذا كان البسط ثابت. على مسؤوليتي. يعني مثلا 2 على إكس اشتقاقها سالب 2 على إكس تربيع، تربيع المقام مع عكس إشارة البسط. زين هسه أنا أقول لك ألفت قانون جديد وهاي لا، استنتاج يسموه، هذا مو تأليف، استنتاج. ها قلبي صحيح، ونستبدل كلهن، ما دام بدلنا هاي نبدل هاي، صح. سؤال، راح اطلع بعد من هو؟ جي اي وجي بي. اي بي وصدفه سالب 1. جي اي تساوي 4 على الاكس ايش قد؟ سالب 1 زائد 2. 2 ناقص 1 1. 4 على 1 ايش قد؟ 4. جي بي تساوي 4 على 2 زائد 2 و4 على 4 ايش قد؟ 1. عوضت بدل هاي 2 زائد 2 4 و4 على 4 تختصر 1. هاي جيب. هاي النواتج الأول والثاني والثالث. وين نعوضهم؟ بالقانون. قانون يقول جي فتحة للسي جي بي ناقص جي اي على بي ناقص اي. اريد هدوء تام، انتبهوا علي هنا شويه تعويض مهم، انتبهوا علي، لان بي كسور وبي تربيع وبي طرفين ووسطين، لان داله كسريه. وانا قلت لك على مسؤوليتي كل داله كسريه برول القيمه المتوسطه شلون نحلها؟ طرفين ووسطين. بعد تعويض، جي فتحه للسي سالب 4
على سي زائد 2 الكل جي بي ايش قد؟ 1 ناقص جي اي ايش قد؟ 4. الفترة اي وبي، البي 2 ناقص مال قانون وهو -1 -4 على سي زائد 2 الكل تربيع يساوي 1 ناقص 4 1 زائد 2 زائد 1. اختصرها من رخصتكم في سالب نكتب المعادلة هاي شو تصير؟ طرفين بوسطين سي زائد 2 الكل تربيع في 1 سي زائد 2 الكل تربيع 4 في 1 4. سؤال كلاسيكي قديم وبرول القيمة المتوسطة يصير افتح القوس للاقواس مقدسة، قواس مقدس ممنوع تفتح قوس. لعد قلنا شلون نتخلص من التربيع؟ جذر خلي موجب سالب لين زوجي. لا سي زائد 2 يساوي شنو جذر الأربعة؟ موجب سالب 2. كم احتمال الحل؟ احتمالين. أما هدوء هدوء هدوء، سي زائد 2 يساوي 2 أو سي زائد 2 شو يساوي؟ سالب 2. يعني سي زائد 2 إما تساوي موجب 2 أو سالب 2. من أنقل موجب 2 شو تصير؟ سالب 2، بحيث أن سي يساوي 2 ناقص 2 لازم نشيكها ترى بالأخير تنتمي أو ما تنتمي. من أنقل سالب 2 بصف سالب 2 سي تساوي سالب 2 ناقص 2 نجيب الفترة -1 ب2. الصفر ينتمي لأن أصغر من الاثنين، بس -4 ما تنتمي. قلب طلاب هذا كل ما موجود بمبرهنة القيمة المتوسطة. بقى تطلبني شيء واحد اللي هي الجذور نناقشها الدرس الجاي. سلام.